يمكن سرور. الو، انا هيا. مين؟ نواف يبيك. وليه ما شفتي وش يبي مني؟ ترى مو ماكلك. والله يا بنات ودي بس اعرف حكايه هيا مع اخوي. انت ليه تخافين منه كذا؟ الو. مين اللي خاف مني يا الجازي؟ هيا؟ ليه؟ تستحي مو بخوف يعني. ماشي. اسمعي، انا بطلب لي من فات برجر، ما تبون اطلب لكم؟ اخلصي، تبون ولا ما تبون؟ تقررين من راسك، اسأل اللي عندك. تتغدون برا؟ اوكي ماشي، باي باي. ما ادري وش قصه الحنان والاهتمام اللي نزل فجاه واحده على نواف. تصدقون؟ هالحنان ما يجي إلا لما الواحد يحب. هو أخوك يحب؟ ايه يحب وحده، هو ظن على الاقل معجب فيها. بس تدرون وش المشكله؟ ان هذه البنت من اسره بسيطه، وانتم طبعا تعرفون امي مستحيل تقبل بهالشيء او حتى تقتنع فيه. وانا وافقها الراي بصراحه، واخاف يصير هالبنت مثل ما صار لداليا. ومن هو يا الجازي؟ ما عرفتيها؟ ما قال لي من هي بالضبط، بس كل اللي قاله ان هذه البنت تصير اخت صاحبه وشافهم في بيروت. تبغوا تعرفوا هي مين وبنت مين؟ أكيد نبي نعرف. اكيد نبي نعرف. بس شلون؟ ميرنا قالت لي عن عرافة بطلة تعرف كل حاجة، عمرها ما كذبت في حاجة. انت اكيد مجنونه. وش فيكي يا هيا؟ وش اللي صار لك؟ اللي صار انكم تبون تشركون بالله. يا ساتر، نشرك بالله مرة واحدة؟ ليش؟ وش بنسوي؟ تبون تجيبون ساحره تكشف لكم وتبوني اسكت؟ ومين جاب سيرة ساحرة أو تكلم عنها؟ انت ايه سمعتك بذني بتنكرين بعد؟ أحد منكم سمعني أتكلم عن ساحرة؟ أنا قلت ساحرة يا بنات؟ إيه، داليا تبى تجيب لنا واحدة تقرا لنا فنجان أو كوتشينة يا هيا، يعني لا ساحرة ولا لها في السحر. بعدين هذه مو أول مرة، يا كثر ما جبناهم. حنا نجيبهم عشان نتسلى وبس يا هيا، عمرنا ما صدقناهم أو أخذنا بكلامهم. دامكم ما تصدقونهم، هي ليه تجيبونهم وتدفعون فلوس؟ يا ناس، في احد يتسلى بباصية ربه؟ استغفروا ربكم. مين هي يا داليا؟ انا اعرفها؟ أتوقع سمعتك مرة تسألي ميرنا عنها، بس ما أدري إذا جبتها لك بعد ما سافرت أو لا. قصدك مادلين. أيوة هي مادلين. ميرنا تقول إنها فلتة ومو طبيعية. معقولة مدلين هنا وحنا ما ندري؟ وشلون ميرنا ما قالت لنا ولا عطتنا خبر، وهي عارفة أننا نتمنى نشوفها وبأي شكل؟ اللي عارفة إنها غالية وتاخذ بالألوف، خاصة مننا حنا. الله يعوض عليكم ويعقولكم بالجنة، من جد انكم تافهين وما عندكم سالفة. وين بتنحاشين يا هيا؟ ولا خايفة تفضحك مادلين وتقول لنا اللي ما نعرفه عنك؟ ما يخص الا هي تعرف اللي عندي، انا بمشي لا اتخبل مثلكم. الراضي كالفاعل. هيا اسمعيني ارجوك، بس بقول لك شغله. هيا 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 هيا.
نسيتي شي يا هيا؟ نسيت إني استأذنت من أخوي إبراهيم. تحسفت بالإذن اللي أعطاني إياه. وخوفك من الذنب، وش صار عليه؟ ومن اللي قال بسوي سواتكم؟ ها؟ أنا واحدة تخاف ربها، إيه، وتحسب اليوم الحساب 1000 حساب. الله يخليك يا هيا، لا تخوفيني، تراني ما أكثر وما تفرق معي كل اللي يقولونه هذول الناس. أما ما تصدقينهم كثري منها. نسيتي يوم ما رحتي الجامعة أسبوع يوم قال لك بجودة أنه بيطيح سقف في واحد من الكلاسات؟ وفعلا حصل، ما كذب الرجال. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنا شو اللي رماني بهالشلة الخربانة؟ خربانة خربانة، المهم نعيش. هي خاربة خاربة خلينا نعميها. يا رب وش هالجنون اللي سكن دمي، خلاص ما بي طاري غير طاريها غير طاريها. وبعدين معك يا نواف، بعدين مع هالحالة اللي أنت فيها. وش فيها حالتي يمه؟ قل وش ما فيها. نواف قاعد لحالك ونفسك شينة ومالك خلق أحد، ليه؟ أمر الله عاد، وش تبيني أسوي؟ هو النعم بالله، بس هذا مو أمره، أمرك أنت. وش تبيني أسوي يمه؟ قولي لي وش اللي يرضيك ويريحك؟ اللي يرضيني انك تتزوج نورة. قصدي ان الزواج مسؤولية، مشاغل، تنشغل انت، يعني تتغير اوضاعك وتتحسن امورك باذن الله تعالى، بس تزوج نورة. ويمكن تغير للأسوأ، ما حد ضامن شيء. نواف انت فيك شيء، ما اكون امك اذا ما كان في عقلك شيء. يا حبيبي يا نواف، انا امك، صارحني، قول اللي متعبك، ممكن انا استوعب مشكلتك ونحلها مع بعض. أكيد يمه. اكيد يا عيون امك، بس انت قول. طيب في حال فكرت، ولاحظي إني قاعد أقول في حال فكرت، يعني موضوع مجرد تفكير وما يتعداه أبد. نواف انا فهمت، خلصني قول اللي عندك، قول يمه. في حال فكرت أرتبط ببنت مثقفة وواعية وفيها كل المواصفات اللي أبيها وأتمناها، بس إنها من أسرة بسيطة ومتواضعة، بتوافقين تخطبينها لي؟ نعم؟ يعني انت الحين تبي تفهمني ان اللي انت فيه سبب بنت؟ لا، وبنت ناس على قد حالهم؟ يوم أنا عادي وما فيني شيء، لا أنا مجنون ولا أنا قاعد أكسر أشياء من حولي. بعدين أنا قاعد أقول لك في حال فكرت والموضوع أساساً ما طرف بالي إلين ما أنت اقترحتي علي إني أتزوج نورة اللي ما زانت في عينك إلا عقب زواج أختها نوف، في الزواج اللي صار حكاية الديرة. شوف يا نواف، حتى مجرد التفكير في هالأمور ما أسمح لك، وأجيب لك إياها من الآخر. ما راح تتزوج إلا البنت اللي أنا أختارها حسب شروطي ومواصفاتي، واللي تناسبك وتناسب أسرتك. أما هذه البنت اللي تقول عنها على قد حالها، ما أدري من أسرة فقيرة أسرة متوسطة، هذه حدها معاك تسلية والأمور اللي أنت تعرفها. أما أكثر من كذا ما أسمح لك، فاهم؟ انجنيت أنت. دائمك ما تسمحين لي حتى بالتفكير، تسأليني ليش تبينين لي إنك مهتمة؟ على بالي فاهم، واعي، صاحي، ما أدري إنك أنت فاضي وما عندك سالفة. آخرتها ولدي أنا يفكر في بنت ناس على قد حالهم، انهبلت، انجنيت أنت.
الو، مرحبا خالد. في البيت. شلون وش اسوي في البيت؟ لا مالي خلق، تغدوا انتم. يا خالد قلت لك مالي خلق. اعتذر لي من سلطان وقول له جاه ارتباط او اي شيء. الله يرحم والديك يا خالد، لا تضغط علي. ان شاء الله ابشر، بحاول الليله، ما اوعدك، بحاول. مع السلامه. انا وش حكايتي؟ وليه موضوع هالبنيه مسيطر علي لهالدرجه؟ وش اللي فيها عن غيرها؟ وش اللي يميزها عن كل البنات اللي أعرفهم؟ أرجوك يا هيا أعطيني فرصة أحكي معك وأقول لك اللي أبي أقوله عشان خاطري. اسمعيني، لأني أنا نفسي محتار وأبي أعرف وش اللي صار لي وش فيني. يمكن وأنا أحكي لك أفهم حكايتي معك. فاتك اليوم السوق يجنن. هيا جاتك رسالة. ما شاء الله عليك، حواسك شغالة في كل اتجاه. مرة تعلقين على سالفة فيها لما وداليا، ومرة تردين على سالفة الجازي وميرنا، ومرة تتكلمين عن فريق نجلة، والحين تليفوني. اذكر يلا، لا تنظريني، ماني ناقصة. شكل عيونك في النظر حولها، نظلتك جت فيك. وش فيك؟ من مين هالرسالة؟ الوالدة عندها موعد بالمستشفى ونسيت، واخوي ابراهيم يسأل عنه. انا لازم امشي. اروح معك يا هيا؟ لا والله، حلفت والله بقدر ادبر نفسي. أقول يا داليا لا تتأخري اليوم، ترى ميرنا بتجي بنفسها وبتشوفك. قصوا ايدي ان كانت الحكاية اللي قالتها صدق. هالبنت وراها شيء، وشيء كبير بعد. وقولوا أريج ما قالت. أنا أتفق مع أريج، ارتباك هيا وقومتها بهالطريقة في وراها شيء. اسألوني أنا اللي عارفة عن حركات البنات هادي. ما لقيتوا تشكون إلا بأمي هيا؟ بصراحة بديت أفقد ثقتي في فراستكم أنت وأريج. بكرة تشوفوا، والمية تكذب الغطاس. وش تبي بي يا نواف؟ وش اللي تدور عندي وانا ما اشبه البنات اللي حولك من ربعك؟ يا ربي، وش اسوي بهالورطة اللي انا فيها؟ شلون ابعدها عني دون ما اتورط بمشاعر ماني بقدها ولا ابيها؟ شلون اخلص منه ومن الحاحه بدون ما تنتبه الجازية والبنات؟ شلون؟ أمانة تحكي جد؟ ولا عم بحكي الحقيقة؟
الهيئة زبطت معها هالمرة، بس بديك للجد مادلين ما بتلعب. هي أول مرة شفت وقالت إنها رح تاخده، وهيك صار عملت اللي براسها وأخدته. ما ادري ليه حاسه ان الحكايه فيها لعبه. معقوله طلال ياخذ ساره ويترك الجوهره اللي يموت عليها وما يقدر يعيش من دونها؟ مين قال إنه ما بيقدر يعيش من دونها؟ أحوي مبسوط مع سارة وشايلها من على الأرض شال. بارح شفتن بسهرة ببيت عبد المحسن صاحبه لأبو عبد الله، كانوا كتير مبسوطين وطاير عقله فيها. يعني معقولة هذا طلال اللي كلنا نضرب فيه المثل في حبه للجوهرة يطلع كذا؟ ترى والله رجال يخوفون ومرة ما لهم أمان. ترى في بنات يخوفون أكثر منهم. ما حد قلب راس طلال على الجوهرة وغيره إلا واحدة من البنات اللي ما يردها شيء على اللي في راسها. ميرنا، أنا مرة تحمست أشوف مدلين، متى تجين وتجيبينها معك؟ رح حاول جيبها الليلة، بس أبو عبد الله أخدها عند ناس أصحابه، الظاهر بدهم يسألوها عن أمور خاصة. يعني السالفة مو مرتبطة بالبنات وبس؟ هلأ الرجال بينافسوا البنات على أشياء كتير، مش بس بالتبصير. خليني ساكتة أحسن. لا أمانة، قولي يا ميرنا، قولي كل اللي تعرفيه علشان خاطري، يلا قولي. ألو، أهلين ماما. إيه البنات عندي هنا. أوكي بجيكي بعد شوي. باي. خلي عنك الحكي هذا في التليفون يا مينا وجيبي معك مدلين هنا. يلا بنات بروح وبرجع لكم. مامي تبغين شيء؟ إيه، أبيك تجين معي بيت نورة عشان نبارك على سختها. إيه بس إحنا من متى نجاملهم ونقوم بواجبهم؟ من يوم قررت أخطب نورة لأخوكي. بس نواف قال لك يا يمه ما يبيها وما يبي العرس كله. لا تقولي لي إنك بتجبرينا على الزواج من وحدة ما يبيها. لو اضطريت سويتها. الحين الناس ما عاد تجبر بناتها على الزواج، وانتي بتجبرين ولدك على الزواج من وحدة ما يبيها؟ انتي اكيد تمزحين يا ماما. عشانه ولدي بجبره لو اضطريت. ماما وش هالحكي؟ انتي مقتنعة بالكلام اللي تقولينه؟ انا الصراحة مو مقتنعة انك تسوينها. لو انك سمعت اللي انا سمعته كان ما لمتيني على اقوله. اخوك وراه شيء وشيء ما يطمن. طمن يمي، وهذا طبيعي جدا وما وراي شيء. واذا السؤال اللي سألتك اياه اليوم فانسيه واعتبريني ما قلت شيء. ما راح انساه ليه ما اشوفك تلبس نورة الدبلة. هذا الشيء الوحيد اللي بيخليني انساه وانسى كل كلمة قلتها اليوم. لا حول ولا قوة الا بالله. وش السالفة الحين؟ خلاص ماما تبين مني شيء؟ الا ابيك. انا فعلا بروح بيت نورة عشان نبارك لأختها ولازم تجين معي. ام سوري مامي، ما اقدر اخلي البنات معي في الملحق. وبعدين تعرفين مين راح تجي؟ مين؟ راح تجي ميرنا. وتعرفين مين راح تجيب معاها؟ مادلين. واو، وشلون قدرتي تجيبينها؟ الو راكان، انت ايش يبغي؟ راكان انت ما في مسؤول. انا وين؟ شوف انت يمشي مزبوط. انا اليوم في دماغ مالي مو زين. انت يمشي مزبوط ولا انا يكلم في نجله يجيب شباب مال هو يضرب انت. عيب حرام. هذه لما فكير ما يهب مشاكل. انت في نفر مو جين. انت في نفر جين يجي بيت مال لما يكلم بابا ماما، لكن انت قر. ليش؟ يلا روحي. انا ما فهمت ايش يقول. روحي روح. اخر كلام مفعاله. ما في اخر كلام. انت يمشي سيره ولا يضرب الحين. اوكي
جوالك مسكر يا لما؟ ايه بطاريته طايحة. ليه؟ خالتي متصلة على سيف تدور عليك، كلميها وشوفي وش تبي. الو، اهلين يا ماما. ايه انا قلت لك الصبح اني بطلع من الجامعة وبروح بيت الجازي. سمي. بيجونا. وليه يجونا واحنا لسه ما ردينا عليهم؟ ايه يا ماما، ليه اشوفه ويشوفني وانا للحين ما رديت عليهم وللحين ما اعطيتهم رايي في الموضوع؟ بس انت يا ماما افتكر ان اعطيتيني اسبوع وما مر من هالاسبوع الا يوم واحد. خلاص يا ماما، لما اجي البيت نتفاهم. وين بتروحين؟ جدة؟ بس انتي قلتي ان بكره بيجون، كيف بتروحين جدة وهم بكره بيجون؟ زين يا ماما ليش نستعجل في الموضوع؟ خلاص قولي لهم ان عندك مؤتمر ونأجل الموضوع لين بعدين. بيسافر؟ وين بيسافر؟ خلاص لما يرجع من السفر. خلاص فهمت. ان شاء الله يا ماما. حاضر ان شاء الله. في امان الله. وش الحكاية يا لما؟ هلا أريج. الحمد لله بخير. إيه رجعت. لا ماني بجايتكم اليوم، أبي أذاكر. وبعدين بصراحة ما لي خلق هالساحرة اللي بتجيبونها. إلا ساحرة. أجل وشلون تعرف الغيب؟ شوفي، واحد من الاثنين، يا إنها نصابة وتقص عليكم وعلى عقولكم، يا إنها مخاوية وتجيب علومها اللي تحت الأرض. استغفر الله وأتوب. اللهم احفظنا. طبعا صادقة، أنا ما امزح بهالأمور. أنتم بتضيعون فلوسكم على شيء ما منه فايدة. ما دامكم مو مصدقينها ومجرد تسلية، أجل ليه كل هالمنافسة عليها؟ شفتي إنه معي حق؟ لا والله ماني بجاية، لو شي يصير ماني بجاية. إيه أنا قد هالكلمة. ما كنت أتوقع إن أريج بتقواك يا هيا. أنا جيت علشان أخلص من الحاحة، رجتني باتصالاتها. طيب وليه ما سكرتي تليفونك إذا فعلا ما تبغي تيجي؟ خفت أسكر تجيني البيت تسويها هذه والله. ها ولا أخاف تبين مدلين عشان طلع لك المتخبي. لا إن شاء الله لا يقوله. ما بقله هذه. تراها خطيرة وما في مثلها. السنة اللي فاتت شفناها في بيروت أنا وماما، وكانت عند صاحبة ماما. تخيلوا قالت لي اللي بيحصل مع مصعب وحصل زي ما هو. استغفر الله العظيم. الله لا يعاقبنا ولا يؤاخذنا بما فعله السفهاء منا. شفتوا كيف تصدقونها؟ يعني الموضوع مو تسلية مثل ما تقولون. سمعتي يا لما؟ هي تتهمك انك تافهه وسفيهه. انا لو مكانك ما اسكت لها. خليها تقول اللي تبيه. تمون هيا.
ما دامك شفتيها ليه تسألي عن سعر اللي تاخده؟ ولا ما عرفتي كم أخذت منكم المرة اللي راحت؟ اللي أذكره أن أخذت مبلغ كبير، وعلى الضغط اللي يجيها والكلام اللي تقوله ويضبط أتوقع أن ارتفع سعرها. إلا وينها يا الجازي؟ ممكن إنها تأخرت؟ انتي متى بتبطلين سلبية يا لمى؟ إلى متى بتستسلمين قدام الضغوط اللي يمارسونها عليكي؟ وليه كلمة طيب هي المهرب الوحيد من كل مشاكلك؟ وش تبيني أسوي؟ أنت تعرفين ماما والحاحة، إذا حطت شيء في راسه مستحيل أقدر أقنعها لو وش ما صار. بس هذه حياتك ومستقبلك، ولازم تسوين المستحيل عشان تقنعينها باللي تبينه انتي، مو اللي تبيه هي. يعني وش تبيني أسوي يا نجلة؟ اعتذري عن مقابلة عريس الغفلة بكرة، أجليه لين يرجع من السفر. انتي مو على كيفهم، المفروض انتي تحددين الوقت المناسب واللي تكونين مستعدة فيه نفسيا ومعنويا. لما حبيبتي علشان خاطري هالموضوع هذا بالذات لازم تكونين صاحبة قرار فيه. هذه حياتك وباقي عمرك، ولازم تفكرين فيه براحتك وبدون أي ضغوط. شوفي الوضع اللي حولنا وشلون صاير، شوفي وضع داليا، شوفي وضع كل بنت اندفعت للزواج بدون تفكير. وليه أروح بعيد؟ شوفي حكاية أمك وأبوك لوين وصلت. تبي حياتك تصير زي حياتهم بلا حياة ولا روح؟ أفضل الموت على إني أعيش حياة مثل حياة ماما وبابا. هلا أهلين. يخرب بيتك، ايش الحلاوة والشياكة هذه؟ أنا كل مرة أشوفك بتزيدي حلاوة. قولي لي بس من فين بتجيبيها؟ هو توا عايش حياته، وفما واحدة طويلة وبيضة معاه ومسيطرة عليه. شوفي كيف حطته تحت جناح. يخرب بيته، متى لحق يعرف واحدة ثانية؟ وكيف عرفت تسيطر عليه بهالسرعة؟ يمكن يعرفها من وانتي معاه. لا تأمنين لأي رجال، كلهم خونة ويبرروا لأنفسهم كل الأخطاء وأهمها الخيانة. المسكين صار تحت سيطرة الثنتين. هذا شلون بيعيش هذا؟ تحرم عليه عيشته الندل الخاين. مدلين بيتزوجها ولا لا؟ ايه بش يتزوجها، وعن قريب، يا بعد أسبوعين يا بعد شهرين. وأنا يا مدلين؟ انت حياتك توقفت معاه ويمكن خلصت معاه، لأنه أمه مو راضية عليك ومو حبتك لابنها. يا حياتي يا داليا، ما تستاهلين اللي يصير لك. حسبي الله ونعم الوكيل على كل رجال ظالم. ما تزعلي يا داليا، هيك رجال ما بينزعل عليه. الظاهر انه ما عنده شخصية وما رح يتغير تحت اي ظرف كان. خلص شو بدك فيه، بكرة بتلاقي احسن منه بإذن الله. بنات اتقوا الله، انتوا جالسين تصدقون وحدة وكأنها كاشفة للغيب. وين راح كلامكم؟ تسلية وخرابيط. انتوا جالسين تضحكون علي ولا على انفسكم؟